السلام عليكم. النهارده حلقة أو فضفضة زي ما تسميها، من واحد زملكاوي امبارح كان بيتفرج على ماتش الأهلي وصن داونز أو أورلاندو وبيراميدز، وعايز الفرقتين المصريين يخسروا. ليه؟ عشان ما ياخدوش بطولات ويبقى أكتر مني. ده سبب، والسبب إن أنا مش بنافس معاهم، فطبيعي مش عايزهم ينجحوا. طب أنا إيه اللي وصلني للدايرة دي كلها؟ محدش عارف. أنا ليه كنادي الزمالك مش عارف ألعب أفريقيا بقالي سنتين؟ محدش عارف. طب انا ليه خرجت من الكونفدراليه اللي المفروض انا المرشح الاول ليها كاسما وتاريخا وكل حاجه، وحتى حامل اللقب بتاعها؟ محدش عارف. انا كنادي زمالك المفروض ان انا اسمي كاسم كبير وليا تاريخ، واللي بقالي اكتر من 23 سنه ما خدتش افريقيا، بس لازال انا تاني اكتر نادي واخد افريقيا بعد النادي الاهلي ب5 بطولات. وكمان انا كنادي زمالك اسمي وشعبيتي وشهرتي في الوطن العربي كله تقريبا ده اعلى نادي بعد النادي الاهلي. فليه انا كنادي زمالك اللي بيحصل لي ده كله؟ انا الكيرف بتاعي عمال يعمل كده كده لحد ما ابقى فريق ما بعرفش انافس على اي حاجه. على الاقل لما بقعد مثلا، على الاقل السنه اللي فاتت انا كنت قاعد عايز الاهلي ياخد افريقيا عشان العبه في السوبر الافريقي واكسبه، وده اللي حصل. فانا كزملكاوي فرحت شويه ان انا خدت من الاهلي بطوله قاريه. امال أنا المره دي ايه؟ عشان اخليه عايز ياخد افريقيا ليه؟ اكيد مش عايز ياخد افريقيا، ولا عايز بيراميدز اللي ياخد افريقيا، اللي هو بيراميدز اللي لسه من امبارح ياخد افريقيا وانا لسه ما خدتهاش. ايه اللي وصل نادي الزمالك لكده؟ انت دلوقتي كاداره نادي الزمالك اطلعوا صرحونا واتكلموا معانا. انت مشيت زيزو او زيزو مشي من عندك، ابني بقى على نظافه. ابني على نظافه. في كلام طالع لجوميز، بتفاوضوا جوميز، يا ريت تجيبوه تاني. تجيبوا كده جوميز واقعدوا معاه قولوا له يا عم جوميز انت معاك مشروع 4 سنين، خلال ال4 سنين الجايين دول على الاقل خد لي واحده افريقيا. لما تاخد واحده افريقيا انت حرفيا 80% من مشاكلك الماديه كلها تتحل. شوف انت مثلا مشاكلك، شوف مثلا انت امبارح هشام نصر طلع يتكلم عن النادي الاهلي، يقول لك ايه؟ يقول لك احنا ما نعرفش النادي الاهلي بيجيب فلوسه منين. يا طبيعي يا حبيبي، ما طبيعي. فريق واخد في اخر 4 سنين، واخد فريق اخر 5 سنين واخد 4 افريقيا ولا 3 افريقيا، فريق ويلعب كاس عالم انديه، فريق راح كاس عالم انديه الكبير، طبيعي يبقى معاه فلوس وانت معاكش. نفس المنطق ينطبق مثلا على بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند. بايرن اللي بياخد الدوري كل سنه واللي بياخد دوري ابطال اوروبا وبيروح كاس العالم للانديه، طبيعي يبقى معاه فلوس. وبروسيا معهاش. نفس المنطق على اقوى فرقتين في العالم، برشلونه وريال مدريد. ريال مدريد مستف اموره ويجيب اللي هو عايزه واستاد جديد والدنيا جميله. ليه؟ عشان بياخد دوري ابطال اوروبا، عشان بيلعب كاس عالم انديه وبياخد كاس عالم انديه. الناحيه ده برشلونه عليه ديون قد كده وعليه فلوس ومش عارف يسجل لعيبته، فطبيعي يبقى في فجوه عشان ده فريق بياخد بطولات وانت ما بتاخدش بطولات. انت شفت السنه اللي فاتت لما خدت الكونفدراليه خدت مليون دولار، ورحت خدت السوبر خدت مليون ونص، وغير اللي خدته كمان من السعوديه. لميت لك الدنيا. تخيل معايا كده بيراميدز لو خد دوري ابطال افريقيا، هيلعب كاس عالم انديه 29، هيلعب كونتيننتال، هياخد فلوس زياده، هيبني فريق اقوى. فبيراميدز بدل ما انت هو كده، بيراميدز هيبقى كده وانت كده، وغير الاهلي كده. فليه؟ فانتوا ايه اعملوا فانتوا اعملوا مشروع لنادي الزمالك على الاقل تاخدوا واحده افريقيا في ال4 سنين جايين، عشان ترجع تاني كنادي زمالك ليك اسم في افريقيا. انت اسمك موجود بس تاريخيا، زيك زي مين مثلا؟ زي مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد كبير انجلترا تاريخيا، ما مانشستر يونايتد دلوقتي لسه خسران من ولفرهامبتون. حتى الكونفدراليه اللي احنا كنا عشمانين فيها اللي احنا هناخدها، خرجتوا من فريق ستيرنبوش، وستيرنبوش لسه خسران من سيمبا 1 ولا 2 دلوقتي. فايه اللي بيحصل في الزمالك؟ محدش عارف. السنه اللي فاتت مثلا كنت عايز الاهلي ياخد دوري ابطال افريقيا، ليه؟ عشان اخد الكونفدراليه ونلعب السوبر الافريقي، وعلى الاقل اقدر اخد منه السوبر الافريقي، وده اللي حصل. فكانت فرحه، وكانت عرفنا ناخد من الاهلي بطوله قاريه، فدي كانت ليها حاجات كتير حتى نفسيا ومعنويا. من يومها الاهلي مش عارف يكسبك، والاهلي مش عارف يلعبك. فتيجي السنه دي تخرج من الكونفدراليه اللي هي اصلا مش مقامك، بس بتخرج منها. انت عندك 6 ماتشات في الدوري، لو قدرت تكسب 6 ماتشات اللي عندك، مش هقول لك تاخد الدوري، على الاقل خد مركز تاني وخد الكاس. على الاقل يبقى الموسم ده ما خسرتش كل حاجه، مش تبقى خسرت مدرب وخسرت زيزو وخسرت كل البطولات. اطلع بحاجه واحده تبني عليها للي جاي، عشان انتوا كده هتضيعوا نادي الزمالك، اقسم بالله هتضيعوا هويه نادي الزمالك خالص. بس كده، دي كانت حلقه كده فضفاضه، سماها زي ما تسميها، لايك شير سبسكرايب او مش مهم يعني. السلام عليكم.